السلام عليكم اخوان ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه ملعب فاس. دائما مع تتبع الملاعب التي ستنظم عليها كاس افريقيا، وهذا الشكل اللي كتشوفوه غادي يكون ان شاء الله من بعد كاس افريقيا. ملعب فاس حصل على تقييم مرتفع من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بلغ 4.1 من 5 ليكون ضمن افضل الملاعب المرشحه لاستضافه مباريات كاس العالم 2030. الملعب تصنف كثاني افضل ملعب في المغرب بالتساوي مع ملعب الرباط الجديد بعد ملعب الحسن الثاني، ويشارك التقييم مع ملاعب اوروبيه شهيره مثل سان ماميس في بيلباو ولا كارتوخا في اشبيليا مع ملعب اخر بنفيكا وملعب التنين في البرتغال. بعد استضافه كاس افريقيا ان شاء الله غترتفع سعه الملعب الى 55,800 مقعد، مما يجعل رابع اكبر ملعب في المغرب ضمن الملاعب المخصصه لكاس العالم. ملعب فاس كيتصمم بهذا المغطى اللي كيف كتشوفوه، الطريقه باش مغطي بالكامل وهذا الشكل الهندسي الرائع اللي كيدهل الجميع. كنشوف انا الكولور ديال الجنابات ديالو بحال النحاس، ربما غادي تكون شي حاجه ضروري ماخوذه من فاس. مدينه فاس يعني حتى هي واخده تقييم ايجابي من لجنه الفيفا اللي كيعزز المكانه ديالها كمدينه قادره على الظهور بشكل مميز خلال البطوله. الملعب كنشوفوا دابا التحضيرات اللي واجده دابا لكاس افريقيا، والملعب مرشح على انه تكون فيه مقابله اللي غادي تكون ضد تونس والبنين. نتمناو نشوفوا فاس نوعوا شويه عاوتاني كيف ما لعبنا في اكادير في وجده. دابا نشوفوا فاس راه شحال هادي ما تلعب ملعب فيها المنتخب. المنصه كيف كتشوفوا راها واجده، يعني تعاودت الصيانه ديالها. الملعب كيف شفتوا قبل راه تغطى بالازرق وخدامين عليه. كيعجبني المضمار انا بالزرق ولا بداك الموف، كيجي واحد اللون فاتح. كيف غتشوفوا في هذه الصوره هذه اللي جايه. الملعب ها هو بقى ليه غير واحد شويه ويكمل المضمار كامل باللون الازرق، وحتى الكراسه يعني تبدلوا باللون الاصفر والاخضر، تكتبات فيهم مدينه فاس بالعربيه والفرنسيه. ملعب زوين، ملعب صراحه في المستوى، والجمهور الفاسي كينتظر حتى هو التغيير ان شاء الله، لا في الملعب لا في المدينه اللي تستاهل. مدينه كبيره، مدينه تاريخيه سياحيه. الملعب داروا فيه هذه الشاشه الكبيره حتى هي كتكون بكاليتي زوينه، يعني واخا تلعب الماتش في النهار كتنقل فيه شي لقطه ولا شي حاجه بالكاليتي زوينه. مدينه فاس زعما مدينه سياحيه اللي فيها لي زوطيل ان شاء الله حتى في كاس العالم ما غيكونش عندها هاد الشيء هذا. راه الناس خدامين على المدينه، حنا راه كنت تما القضيه نايضه روينه في الطرقان كلشي ان شاء الله كيتقاد ومازال ان شاء الله غادي تزيد تقاد اكثر. الملعب كيبان لي انا تقريبا واجد. المنصه كيف كتشوفوا المضمار قرب يكمل، الغازو معروف عنده جوده عاليه. كنتمناو الاناره تكون حتى هي زوينه، الاناره اللي كتعاون في النقل. صراحه كان عندنا شويه مشكل في الاناره، نتمناو يكون ولكن ضروري. كنظن ضروري كاس افريقيا غادي تكون فيه الاناره ضروري تكون مجهده وتكون مركزه حتى على المدرجات باش كيبان واحد الشكل زوين. الجمهور حتى هو كيبان بواحد الشكل زوين، وتا في النقل كتعطي واحد النقل اللي زوين، ما كيبقاش يبان داكشي بكاليتي ناقصه. كاميرات حتى هما يكونوا شويه بجوده عاليه ان شاء الله، ما غيكون غير الخير. وداكشي اللي كنتمناو غادي يكون في ملعب فاس. راه ملي غادي يكمل المضمار كامل بالازرق غادي يبان بواحد الشكل زوين. من على برا تغييرات دخلت الملعب داروها بهذا الشكل هذا. كاين بزاف، كاين اللي ما عجباتهمش، كاين اللي كان باغي الشكل القديم. ما عرفتش صراحه علاش تبدلات، ولكن اصلا كانت غادي تبدل لان اصلا الشكل ديال الملعب كامل كيف قلنا لكم وكيف شفتوا في البدايه راه غادي تبدل من مور كاس افريقيا. حتى هذا الشكل هذا جاي زوين عصري. خاصنا حتى المرافق تكون مزيانه ان شاء الله حتى هي غادي تكون في المستوى. الشكل كيف قلنا لكم بشكل عصري. شوف بهذه الزخرفه هذه راه ضروري كتكون واحد اللمسه، عندها شي لمسه تقليديه، ما كيديروش شي حاجه غير هكاك. الملعب اصلا ما عندنا ما نقولوا فيه الصراحه، خاصنا نهضروا عليه من مور كاس افريقيا ان شاء الله. ملعب اصلا ديجا بهذا المستوى هذا راه ملعب زوين. ملعب يعني ملي كيكون لعب فيه المنتخب راه كيف كتشوفوا الجمهور الفاسي هو راه كيحب كره القدم، راه كيعمر الملعب. وان شاء الله ما يكون غير الخير. نتمناو المباراه تكون فيه ضد تونس وضد البنين اللي غتكون في يونيو. نتمناو من الجمهور الفاسي حتى هو يستمتع بهذه المقابله هذه، ونتمناو جميع الملاعب يكونوا واجدين في التوقيت، وهذا الشيء راه باين غادي يكون ان شاء الله. نتمناو التوفيق للجميع. خوت الى عجبكم الفيديو ديروا ابوني وديروا شي جيم شي كومونتير زوين وتهلاو في راسكم. شكرا بزاف.